تخيلوا معايا شخص ظهر من أكتر من 1000 سنة، عقله كان سابق عصره لدرجة إن الناس لحد النهاردة بيقولوا عليه أبو الطب الحديث. واحد جمع بين الفلسفة، الرياضيات، الفلك، الطب وحتى الموسيقى، وكان في الوقت ده مجرد إنك تجمع بين علمين يعتبر إعجاز. النهاردة هنتكلم عن ابن سينا، أو زي ما الأوروبيين سموه أبي سينا. ابن سينا اتولد سنة 980 ميلادي في بوخاري اللي موجودة دلوقتي في أوزبكستان. من صغره كان مختلف عن كل الأطفال. في سن ال10 سنين كان حافظ القرآن كله، وده مش بس حفظ، ده كان فاهم معانيه كويس. كان عنده جوع غير طبيعي للعلم، يسهر طول الليل عشان يفهم مسألة واحدة في الرياضيات أو المنطق. والده كان مهتم بالفلسفة ووفر له جو مليان كتب ومناقشات، وده خلى عقل ابن سينا ينفتح بسرعة على أسئلة أكبر من سنه. تخيل طفل عمره 16 سنة يكون قادر يعالج أمراض معقدة، والأطباء الكبار يقعدوا يسمعوا له. ابن سينا كان بيدرس كل حاجة يلاقيها قدامه، هندسة، فلك، فيزياء، طب، فلسفة. قعد يقرأ كتب أرسطو، أفلاطون، جالينوس وغيرهم، بس ما كانش مجرد قارئ، كان ناقد. يعني لو لقي حاجة مش منطقية يكتب تعليقات ويجادل. الطريف إن في كتب كتير كان يفكر فيها لدرجة إنه يسهر الليل كله ومش بينام غير بعد ما يوصل لحل. مرة كان عنده مسألة فلسفية مش قادر يحلها، قعد أيام كاملة مش بينام لحد ما في يوم وهو في المسجد لقى نفسه بيدعو ربنا إنه يفتح عليه. بعدها بدقايق وهو راجع البيت وقع في إيده كتاب صغير بيشرح نفس المسألة. اللحظة دي كانت بالنسبة له فتح حقيقي. ابن سينا بدأ يمارس الطب وهو عنده 16 سنة بس، واشتهر بسرعة جدا في بخاري إنه بيعالج حالات ملقوس منها. لما الأمير بتاع بخاري مرض كل الأطباء فشلوا، فجابوا ابن سينا، والولد الصغير عالج. مكافأة الأمير كانت فتح مكتبة القصر قدامه. تخيلوا بقى مكتبة ضخمة ومليانة كتب نادرة من كل أنحاء العالم. ابن سينا قعد يغوص فيها زي الغريق اللي لقى بحر من المعرفة. وهنا بدأ يكتب كتابه الأشهر، القانون في الطب. الكتاب ده كان موسوعة متكاملة من تشخيص الأمراض للأدوية للجراحة لعلم النفس. الكتاب ترجم للاتينية وظل المرجع الأساسي في أوروبا والشرق الأوسط لأكتر من 600 سنة، لدرجة إن أطباء أوروبا في العصور الوسطى كانوا بيحلفوا بيه زي ما بنحلف دلوقتي بالكتب المقدسة. لكن ابن سينا ما كانش مجرد طبيب، كان فيلسوف بيدور على معنى الحياة. كتب عن النفس والعقل والروح، وكان شايف إن العقل البشري يقدر يوصل للحقيقة من غير وحي. الأفكار دي عملت جدل رهيب، في ناس شافوه عبقري وناس تانية شافوه خطر على الدين والمجتمع. الغريب إن رغم كل الجدل ده كتبه كانت بتنتشر في العالم الإسلامي وأوروبا بسرعة البرق. ابن سينا كان بيؤمن إن الفلسفة والعلم مش ضد الدين، لكن ناس كتيرة ما كانوش مستوعبين النقطة دي. زي أي عقل كبير، السلطة دايما بتخاف من اللي بيفكر بره الصندوق. ابن سينا تعرض لمطاردات ودخل السجن كذا مرة، وفي مرة اتقبض عليه وهو في عز شبابه. لكن حتى في السجن ما كانش بيضيع وقت، كان بيكتب مؤلفات علمية على قصاصات الورق ويخبيها لحد ما يخرج. تخيلوا واحد في السجن والهم الوحيد بتاعه إنه يسيب علم الناس. ابن سينا كتب أكتر من 200 كتاب، منهم اللي ضاع ومنهم اللي لسه موجود لحد النهاردة. أثره مش بس في الطب، لكن في الفلسفة، في الرياضيات، الفلك، وحتى الموسيقى. الراجل ده كان منظومة متكاملة من المعرفة. لما مات سنة 1037 كان عمره 57 سنة بس، لكن إرثه العلمي كان كافي إنه يعيش لحد دلوقتي في اسم الجامعات والكتب والمراجع. ابن سينا ببساطة كان مؤسسة علمية ماشية على رجلين. تعالوا بقى ناخد الدروس اللي ابن سينا علمها لينا. أول حاجة، الجوع للمعرفة. لو عندك شغف هتلاقي وقت. ابن سينا كان بيقعد 18 ساعة يذاكر. رقم 2، الظروف مش عائق. عاش في حروب ومطاردات ومع ذلك كتب موسوعات علمية. رقم 3، العلم إرث أبدي. الشهرة والفلوس هيروحوا، لكن العلم هو اللي بيفضل. رقم 4، الشجاعة الفكرية. لازم تسأل، تفكر، وتبحث عن الحقيقة لكن حتى لو الناس كلها ضدك. رقم 5، ابدأ بدري. هو بدأ يعالج الناس في سن المراهقة، مفيش حاجة اسمها لسه صغير. الرسالة واضحة، لو ابن سينا قدر يسيب أثر يغير البشرية من 1000 سنة، انت كمان تقدر تبدأ النهاردة وتسيب أثر يعيش بعدك. دي كانت قصة ابن سينا، مش مجرد عالم أو فيلسوف، لكنه أسطورة حقيقية ثابت للعالم، درس إن العقل البشري لما يقرر يكسر الحدود بيوصل للمستحيل.